انت كل بطولاتك جايه من لعيبه نادي الاسماعيلي ومن لعيبه نادي الزمالك، مش من لعيبه النادي الاهلي، مش من ابناء النادي الاهلي. لو انت اهلاوي بالصحاب دوس لايك واعمل متابعه وتعالى اوريك جهل اعلام نادي الزمالك بيقول لك الاهلي عمل بطولاته بلعيبه الزمالك والاسماعيلي. اسمعوا معايا الفيديو. امال النادي الاهلي ده فضى فرقه الاسماعيلي ازاي؟ ده انتوا كنتوا ناقصين تاخدوا العمال بتوع النادي الاسماعيلي. ده انتوا قفلتوا نادي الاسماعيلي مع احترامي للادارات اللي موجوده في نادي الاسماعيلي على مدار تاريخ. انت فضيت الفرقه، كنت ناقص تاخد العامل. انت خدت باك رايت وخدت باك ليفت وخدت مدافعين وخدت نص ملعب وخدت مهاجمين. انت بتتكلم في ايه؟ ودخلت بعدها على نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك المميزه انت بتتكلمها وهي عقودها اصلا شغاله. لا يا باشا ستوب. انت نادي الاسماعيلي بلعيبته هو اللي خلاك تاخد بطولات. ولما لعيبه نادي الاسماعيلي ابتدت تقل ونادي الاسماعيلي ابتدى ان هو ينافس على الهبوط دايما، ابتدت تركز في نادي الزمالك، في لعيبه نادي الزمالك من خلال بقى زيزو على بن شرقي. تقول لي بن شرقي، اقول لك ما انت عرفت بن شرقي ازاي؟ ما انت عرفته هو في نادي الزمالك. ودلوقتي بيتكلم المدير الفني جوميز برضو اللي انت عرفته عن طريق نادي الزمالك. كل بطولاتك جايه من لعيبه نادي الاسماعيلي ومن لعيبه نادي الزمالك، مش من لعيبه النادي الاهلي، مش من ابناء النادي الاهلي. نادي الزمالك طول عمره بياخد بطولاته بعرقه بمجهوده.